السلام عليكم. اليوم غادي نديروا واحد الاقتراح اللي الاغلبيه ما تعرفوش بالقيمه ديالو وتيرميوه او تيسيبوه، اللي هما القشوره د المطيشه. ملي كنقشروها تناخذوا داك القشور كنديروهم في شي علبه، ملي كنجمعوا واحد الكميه كثيره تنبداو ناخذوهم ونديروهم في طنجره ديال الضغط. الا كانوا عندنا لي طوماط سوريز متوفرين وتا هما كيمكننا نخبعوهم في المجمد ناخذوهم وتا هما نزيدوهم، او الا ما كانوش ناخذوا جوج مطيشات كبار او على حسب القياس د المطيشه اللي بغينا ونديروهم واحد 4 كاس الماء نزيدوه ونسدوا عليها واحد 10 ديال الدقائق. ضروري العافيه مهيله، ما كنجهدوش من البوطه بصفه نهائيه. من بعد غادي نحلوا الطنجره وغادي ناخذوا هذا الشيء كله نصفيوه، نسقطروه من الماء ديالو وغادي نديروه في الحانه اليدويه نطحنوه مزيان شي طنجره ولا شي حاجه. اللب كله غادي يهبط والقشور كنعرفوا انهم تيبقاو ديك الطحانه. ولا ما كانتش عندنا كيمكننا ناخذوا مولينكس او ناخذوا البغا ميكسور. المولينكس غادي نديروا معاه شويه د الماء باش يمكن لها تخلط لينا مزيان، وغطينا واحد لاصوص اللي هي زوينه وكتكون البديل ديال المطيشه د الحك اللي حنا كناخذوها وكيكون فيها مواد حافظه. غادي ناخذوا هذا الشيء كله نديروه حتى هو فوق البوطه. العافيه دائما ما كنجهدوش فيها، وكنديروا شويه د الملحه شويه د الابزار، دائما ما تنكثروش منه. الا بغينا لي زيرب دو بروفانس متوفرين ولا الزعتر ولا شويه الزعتره كيكونوا عندنا مطحونين غادي نزيدوهم باش كيعطيونا داك المذاق. ورقه سيدنا موسى حتى هي ماشي مشكل، هادو كلهم اعشاب يمكننا نسمو بهم اي صلصه. والزيت ضروريه، يا غادي ناخذوا زيت الروميه او زيت البلديه كان احسن. كنمد شي 4 كاس هكذا، دائما الزيت على حساب القياس اللي كنبغيو. راه حنا عينينا ميزاننا كنشوفوا شحال الكميه وكنديروا عليها ديك الساعات الزيت اللي غادي تكفيها. وغادي نبقاو نشحروا هذا الشيء مزيان، غادي نشحروه مزيان من بعد حتى ما كتبقاش تبان لنا حتى قطره د الماء، وكنقصوا من البوطه ديك الساعات على الاخر باش كيمكن لها تنشف لينا لاصوص مزيان. كتولينا هذاك هي صلصه ديال الطماطم اللي كيكون كونسونطري اي المصبره. ومن بعد غادي ناخذوها نخليوها تتبرد لينا تماما، نديروها في علب البلاستيكيه او اي خنشه د البلاستيك اللي تيكونوا خاصين بالكونجيلاتور، او تيمكننا نديروها في شي طاسه ونحتفظوا بها حتى هي في المجمد. ملي غادي نبغيو نصوبوا البيتزا كناخذوها كصلصه اللي كنديروها في البيتزا، او لا بغينا ناخذوها كمطيشه د الحك اللي يمكننا من بعد نستعملوها في عده وجبات. بالصحه والراحه. نتمنى هذا الاقتراح يعجبكم. هذه هي لاصوص اللي قلت لكم غادي نديروها في البيتزا.